حاجه خالص، اول ملحوظه لما تيجي تشتري قلقاس، هتشتري مثلا 3، تشتريهم ال3 صغيرين او ال3 وسط او 2 كبار او كده، يعني لازم تكون الحجم اللي هتجيبيه يكون كلهم نفس الحجم. ليه؟ لانها بتختلف في التسويه، واحده ممكن تاخد سوا عن واحده. هو على فكره مش بياخد وقت في السوا، بس هو عامل زي البطاطس، لما بتحط كتير على النار بيعجن، ولما برضو بنطلعه بسرعه بيبقى مش مستوي كويس. فلازم تكون في زي نسبه وتناسب كده. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنمسك القلقاس وهنقشره. انا بس قشرت اختصارا لوقت الفيديو. بنقطعه شرايح وهو بالقشر، وبعد كده شريحه شريحه يعني بنشيل القشر من حواليها. بعد كده بنقطعه صوابع زي البطاطس كده، وبنبدا نقطعه بالشكل ده مكعبات. طيب بعد كده بقى غسيل القلقاس. اغسله ازاي؟ بطريقه سهله، وفي نفس الوقت ابقى متاكده ان القلقاس بتاعي نظيف. اول حاجه عندي ميه هنغليها على النار، ونبدا نعصر فيها نص ليمونه. اول ما الميه بتاعتنا تبدا تهدى او تبرد شويه، هنبدا ننزل بالقلقاس. بسم الله. طبعا الميه بتاعتنا مش على النار، بنقلب كده وبنسيب لحد ما الميه تبرد تماما. بصوا، القلقاس من الحاجات اللي بتنزل ميه، يعني الميه تبقى معكره كده، يبقى لونها ابيض. طول ما القلقاس بتاعك لون الميه مش لون الميه اللي احنا بنشربها، يبقى القلقاس بتاعك لازم يتغسل كتير جدا علشان ما يطلعش معاكي بينزل الماده دي، ويبقى طبعا طعمه مش عايزه اقول لكم هيبقى عامل ازاي في الاكل. هيبقى حاجه كده يعني مش عارفه، مش عايزه ما بحبش اقول الحاجات دي عشان ما اقرفش حد، بس بتبقى حاجه كده مش ظريفه ابدا لو القلقاس اتحط وكانت الميه بتاعته ما غسلناهوش كويس وميته كانت معكره وحطيناه في قلب الخضار بتاعنا. عايزه اقول لكم بيطلع الخضار اللي احنا هنعمله، بتطلع الميه بتاعت الشوربه اللي هنحط فيها القلقاس، تيجي تعمليها كده ما تلاقيهاش شوربه، بتلاقيها ماده كده زي بالظبط الجيلي، فبيبقى حاجه يعني صعبه جدا. فعلشان نتفادى ده، فانا هقول لكم بقى بخطوه سهله جدا، بدل ما نفضل نغير في الميه يعني ونفضل نفرك فيه كده من ميه لميه. لا، احنا بنسخن الميه زي ما انا وريتكم كده، وبعدين بنقفل عليها. انا كده القلقاس مش على النار، بس حطيته في الميه وعصرت نص ليمونه، وبعدين نزلت القلقاس عشان القلقاس ما يسودش، وابدا ان انا احرك فيه كده لحد بقى ما الميه بتاعتي دي تبرد تماما. بعد كده هنبدا ان احنا بقى نفركه في الميه دي، بس نكون قادرين ان احنا نحط ايدينا فيها، لان هي طبعا دلوقتي لسه سخنه. اول ما الميه بتاعتي ابدا احط ايدي فيها كده، بفضل ان انا افرك فيه كده كويس جدا. شايفين الميه لونها عامل ازاي؟ وهتلاقوا الميه كمان وانتوا بتشيلوها كده هتلاقوها تحسوها تقيله شويه، لان هو طبعا بيبدا ينزل الماده اللزجه اللي فيه دي في الميه. بنفضل بقى نفرك فيه كده. انا عن نفسي من اول مره بخلص غسيل القلقاس. لو انتي ما عندكيش الاجاده انك تقدري من اول مره وتيجي تحطي القلقاس تلاقي الميه لسه لونها مغير كده، مفيش مشكله، هتدلقي الميه دي وهتحطي ميه تانية مره كمان بس، وتدعكي برضو القلقاس كده وتفركيه كده فرك كويس لحد ما تطلع معاكي الميه تبقى نضيفه تماما. انا كده خلاص فركته يعني كتير جدا. هبدأ ان انا اطلعه في طبق جانبي كده زي ما انتوا شايفين، اصفيه من المية دي، وهوريكم بقى ان هو هيبقى بقى نضيف خالص. بصوا بقى، بعد ما غسلت القلقاس انا حبيت ان انا احطه لكم في ميه عشان اوريكم الميه عامله ازاي. شايفين الميه نضيفه ازاي؟ دي الميه انا ما رميتهاش، اللي كنت بغسل فيها. طبعا انتوا شايفينها هي متعكره ازاي. لو القلقاس بتاعك لقيتي الميه بتاعته الشكل ده، يبقى انت غسلتي القلقاس بطريقه مش صح. لو غسلتي القلقاس وطلعت الميه معاكي نظيفه كده، يبقى مية مية، وانت كده ظبطتي كل حاجه والقلقاس بتاعك هيطلع يجي. يبقى اول حاجه هي الميه، ان احنا نتاكد ان احنا غسلناها صح من طريقتين. اولا كمان بعد ما بنشوف الميه، الملمس لما بنيجي نمسك هنا كده بنلاقيها، عارفين زي الكوبايه لما تبقى نظيفه جدا وبتزيق كده من كتر النظافه. انما لما بتكون في الميه التانية وبنكون لسه بنفركه كده في الاول، بيبقى بيبقى في حاجه لزجه كده وانتي بتمشي ايدك على القلقاس. فبالميه وبالملمس للقلقاسية كده هتعرفي ان انتي هتبقي ماشية صح جدا. تاني حاجة بقى، قبل ما ندخله الفريزر بنجيب ليمونة حلوة كده، نشيل بس كده البذر ده، ونبدأ ان احنا
نقوم عصرين الليمونة دي كده كلها، هنعصر الليمونة دي كلها على الكمية بتاعتي. خلاص خلصنا عصرنا الليمونة وقلبنا القلقاس كله على بعضه كده عشان الليمون يبقى دخل جواه كله. نبدأ بقى نجيب الأكياس بتاعتنا علشان هندخل فيها الكمية بقى على قد الأكلة بتاعتنا. وكده بعد ما فرزنا الأكياس بتاعتنا، احنا ما غسلناهوش من الليمون اللي عصرناه عليه، احنا هنشيله كده. انا حطيته على 3 أكياس، كنت جايبة 3 كيلو قلقاس، قسمتهم على 3 أكياس. عايزة اقول لكم لما تفرزوا الحاجة كده تبقى الدنيا سهلة وبسيطة جدا عليكم في شهر رمضان. ان شاء الله اي تفريزات جديدة هعملها هقول لكم، هعمل لكم فيديوهات ليها علشان كلنا نفيد بعض ان شاء الله. والنهاردة هفرز معاكم السلق، اقول لكم ازاي بنفرزه. انا المره اللي فاتت عملت لكم فيديو كان للقلقاس، وريتكم السلق لما كنت مفرزاه في الفريزر. بصوا احنا بنشيل اللي هي العيدان بتاعته، وبنخلي الورق بس، وبنغسله غسله كويسه، وبنصفيه من الميه. وبعدين بنيجي في طاسه نحط الزبده او السمنه او زيت الذره، ايا يكن ايه هي الماده الدهنيه بتاعتنا، وننزل بالسلق عليها. وبنقف طبعا نقلب فيه لحد ما الميه كلها تبدا ان هي تنشف او تتبخر، وتبدا السلق بتاعنا يبدا يعني يدبل شويه. احنا طبعا مش هنعمله زي مرحله السوا اللي هي النهائيه، لان احنا طبعا هنخليه فروزن وبعد كده نبقى نعمله واحنا بنعمل القلقاس. يعني دي مش الطريقه الاخيره ليه. في ناس بياخدوا الخضره اللي بتتحط معاه، الكزبره، وبرده بيشيلوا العيدان منها بيقطفوها يعني وبيحطوها مع السلق. لا انا بشيل دي، ولما باجي اعمل السلق خلاص عشان اعمل الخضار بتاعي بقوم واخده الخضره بتاعتي وابدا ان انا احطها فريش، اللي هي دي ما بحطهاش خالص وبعملها فروزن. تمام. بعدين اقلب كده، بدات الميه تتشرب والسمنه بدات تخلي الخضره بتاعتي تبدا ان هي تدبل. احنا عايزينها نص يعني تسويه كده، وهي دي المرحله اللي انا عايزه اوصل لها. انا بفرز السلق بالشكل ده، انا مش هعمله طبعا بقى واحمصه وكده، لا انا بفرزه كده بالزبده بس او السمنه او الزيت، وبسيبه يبرد، وبعد كده بحطه في كيس وادخله الفريزر. اطلعه بقى وهو على النار، وبكمل التحميص بتاعه علشان يتحمص بقى ويديني بقى اللون الغامق ده بتاع الخضره. هبدا ان انا اجيب دي فريش اللي هي الكزبره، اقطفها يعني اشيلها كده من غير العيدان بتاعتها، وتتحط بقى على السلق اللي انا طلعته من الفريزر، واحط معاه التوم فريش. في ناس بتحط كل الحاجات دي وتعمل نفس اللي انا عملته بس كل الخطوات على بعض وتطلع، واثناء الاكل تحطها، ولا بتحط توم فريش ولا الكلام ده. طبعا بيبقى طعمها باين ان الاكله فيها حاجه غريبه، لكن لما بتعمليها بالطريقه دي بتبقى كانها فريش بالظبط، لانك بتحطي الكزبره بتبقي لسه جايباها خضره، وبتبداي ان انت تشيلي العيدان وتحطيها على السلق، وبتبداي تنزلي بالثوم. انا هنا مش هحط توم ولا حطيت اي حاجه خالص، انا كده هستناها تبرد واحطها في كيس وتدخل الفريزر، وكده هتبقى يعني طعمها جميل جدا. اتمنى تجربوا طريقتي في تفريز السلق بالطريقه دي، هتفرق معاكم جدا وهتسهل عليكم وتنجز معاكم في الوقت، وفي نفس الوقت هيبقى طعمها كانها بالظبط لسه شاريه الخضره وعاملاها فريش. وبكده تكون خلصت وصفتنا لتفريز القلقاس. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه يعمل لي سبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.